مساء الخير عليكم، ان شاء الله كاع تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. جبت لكم الطبق تاع اليوم طبق اقتصادي نبدلو شويه. هنايا جبت لكم الاجنحه تاع الدجاج بتتبيله بنينه بزاف بزاف ومع البطاطا درناهم في الكوشه. نروحو نشوفوا كيفاش نخدموا هذه التتبيله تاع الدجاج. اول حاجه هنايا عندنا هذو الجنحين هذو، بعد ما نكونوا نقيناهم مليح هنايا نديرهم في الكيكوطه ونزيد معاهم غير شويه تاع الملح ونبلع عليهم، يعني تقريبا 20 دقيقه وندخلهمش يطيبوا بزاف بزاف، غير شويه باش يروح لهم هذاك كم عارفين ديك النسمه تاع الدجاج وكاع ما تجيش شابه. ونصفوهم ونخلوهم على جهه. من جهه هنايا نجيبو في التتبيله باش نخدمو، نجيبو هنا تقريبا زوج حبات صغار تاع بصل وفصوص تاع الثوم، تقدروا 3 4 كيما تبغوا. نديروهم هنايا في الميني اشواخ. نطحنوا هذاك البصل مع الثوم كما راكم تشوفوا، ونجيبو ريسيبيون نديرو فيه هذاك البصل والثوم نطحنوه اللي كنا ديجا طحناهم، ونجيبو هنايا لي زيبيس. نديرو الحرور اللي هو الفلفل الاسود، نزيد هنايا الكركم، نزيد السكنجبير اللي هو الزنجبيل، نعرفوا الدجاج يتمشى بزاف مع السكنجبير. نديرو الملح، نجيب هنايا نص مغرف صغيره تاع طماطم مصبره طوماط كونسونطري، نزيد شويه تاع الهريسه هنا تبقى اختياريه، تقدروا ديروا لا موتارد. نجيب هنايا شويه تاع المعدنوس، تقدروا ديروا الفلفله الحمراء الحاره ولا الحلوه اللي هو العكري، ونزيد تقريبا هنايا 2 مغارف كبار تاع الزيت. نخلط كاع هذوك المكونات كيما هاكا، نزيد هنايا تقريبا كاس الا ربع تاع الماء. انايا من جهه جبت انايا البطاطا وكنت انايا قشرتها نقيتها وقطعتها هكا دوائر يغلظوهم شويه هكا باش ما تتحرقلكمش في البلا ولا. ونزيد معاهم هذيك التتبيله شويه، درت شويه للاجنحه وشويه للبطاطا هكا باش يجيو نفس يعني لو ميم غو، يعني نفس الذوق. نجيب البلا هنايا ندير شويه تاع الزيت فيه ونفرش هذيك البطاطا. هنايا بروفيتيت هنايا درت البطاطا طيب هي الاولى، وهنايا كانوا الجنحين عاد في الكيكوطه يطيبوا، وبروفيتيت هنا قلت نخلي البطاطا طيب هي الاولى هكا باش تربحوا الوقت. زدت لهم غير شويه تاع هذيك التتبيله اللي درناها، وزدت معاهم هنايا نص كاس تاع الماء باش البطاطا ما تنشفليش. نجيبوا بابي كويسون نكونوا نشمخينه بالماء هكا باش ما يغبنكمش، ونزيدوا بابي الومنيوم وندخلوها في الكوشه. نشعلوا عليها من تحت كي نحسوا البطاطا طابت نقلعوا هذاك البابي كويسون مع الالومنيوم ونخلوها نشعلوا عليها من الفوق حتى اللي تتحمر وتتجمر. هنايا بعد ما طاب هذاك الاجنحه دخلتهم مليح في ديك التتبيله، وهنا راني سته فيهم في البلا تاعي. والبلا درت لها شويه تاع الزيت وندخلهم يتحمروا، هما ديجا راهم صاي بريسك راهم طايبين، ماشي شويه شويه ونزيدو نكملوا داك الطياب تاعهم نكملوهم ونحمروهم مليح مليح في الكوشه تاعنا. شوفوا هنا بعد ما البطاطا طابت قلت لكم شعلت عليها من الفوق، خليتها هكا حمارت من الفوق شويه، والاجنحه فاني يتحمروا مليح، خلوهم يتحمروا مليح باش يجوكم هكا مقرمشين. وعلى طيبناهم الاخر باش طيبناهم في لاكوكوط باش ما يجوكمش يابسين، لانه راكم عارفين بلي الجنحين ما فيهمش العمر، يعني اصلا ما فيهمش اللحم. هكا نشوف سربيت لكم البطاطا كيفاش تجي هايله. لو بغيتو ديروا فيها لاصوص خلوها ما تعقدوهاش بزاف. وهذو الاجنحه هامين انا بعد ما قلعتهم ستفتهم انا في البلا مع شويه تاع البطاطا، وديروا معاهم طبسيله سلطه، وانتم راكم درتوا فطوركم ولا عشاكم. هذه يعني تدبيره من تدابير تاع رانا راكم عارفين كل يوم الفطور والعشاء. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، ما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير، نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله. سلام.